اهلا بيكم. ودلوقتي جه ميعادنا مع خليك في احسن حالاتك مع نسلي. التهاب القولون من اكثر امراض الجهاز الهضمي شيوعا وانتشارا بين دول العالم الثالث والبلاد العربيه، وده بسبب اقتراب نمط عاداتهم الغذائيه وطريقه حياتهم من الدول الغربيه بكل ما فيها من توترات وقلق واجهاد. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن اسباب التهاب القولون وازاي نقدر نبعد عن التهابات القولون وطرق العلاج. اسمحوا لي في البدايه نرحب بضيفنا الدكتور علي شفيق، استاذ الجراحه بكليه الطب القصر العيني ورئيس جمعيه البحر المتوسط للقولون والشرج بروما. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. في البدايه يا دكتور عايزين نعرف ايه هو التهاب القولون. احنا زي ما شرحنا قبل كده القولون عباره عن الانبوبه النهائيه للجهاز الهضمي. تمام. والقولون مبطن من جوه بغشاء مخاطي. الغشاء المخاطي اللي هو بيبدا من الفم لغايه نهايه ما بنشوف حالات التهاب الجيوب الانفيه، والانف بتبدا ترشح بكميات مهوله. نفس الحكايه بتحصل في القولون، يبدا يرشح بكميات مهوله ويعمل لنا سيوله شديده في المخرجات. فهنا بيبدا يتصارع الاخراج ويبدا يخش في الاسهال. والاسهال ده هو من العلامات الاساسيه للالتهاب القولوني اللي هو بنسميه كولايتس. اسبابه متعدده. اسبابه تبدا من الالتهاب نتيجه بكتيريا، نتيجه فيروس، نتيجه مواد كيماويه، نتيجه خلل في الجهاز المناعي. من الحاجات المشهوره عندنا في مصر كان زمان البلهارسيا، ان هي بتعمل التهاب قولوني على طول مزمن، بس قلت في السنين الاخيره لانحصار كم البلهارسيا وتطور العلاج بتاعها وزياده الوعي في الريف لاخطار البلهارسيا وسرعه العلاج منها. انما المشهور عندنا وخصوصا في اوقات الصيف الالتهاب البكتيري والالتهاب الكيميائي. الالتهاب البكتيري اللي هو بيبقى نتيجه ان اكلنا اكل مش نظيف، بيوصل كميه بكتيريا كتيره واشهرها الايكولاي اللي مشهوره، وهي مش الايكولاي في العموم اللي بتعمل المشكله ديت، انما نوع من انواع الايكولاي اللي بنعتبره النوع السام. انما الايكولاي في حد ذاتها دي بكتيريا متكافله موجوده عندنا في القولون بشكل طبيعي وبتساهم في عمليه الهضم والتمثيل الغذائي. انما لما بتوصل اعدادها كميات كبيره تبقى تتحول من البكتيريا النافعه الى البكتيريا الضاره وتسبب لها تهيج في جدار القولون. المواد الكيماويه اللي هي زي الفاكهه، ساعات كتير ناس تاكل فاكهه والخضار على طول، الخضار والكلام ده كله، بيبقى الرش بتاعها ما جفش او نزلت السوق قبل ما فتره السماح اللي ما بين رشها في الحقول للبيع بتاعها، يبدا الجسم يتعرض للمواد الكيماويه دي تعمل تهيج في الغشاء المخاطي. تمام. دكتور، طب عايزين نروح بقى لنسبة التهابات القولون في مصر كبيرة، يعني بنسمع عن نسبة كبيرة جدا ناس مصابة بالتهاب القولون. كل ما اتكلم حد يقول لك انا عندي مشكلة في القولون. هو الالتهاب القولوني اعراضه الاساسية الاسهال. تمام. والمغص والتقلصات الشديدة اللي في البطن. دايما العيان بيشتكي ان بطنه فيها تقلصات شديدة والم واسهال. خش الحمام عدة مرات وساعات بيوصل اسهال مية. انما لما بيكون عندنا التهاب القولوني ده بيحصل 3-4 ايام وخد له شويه ادويه اللي هي المطهرات المعروفه في السوق وجف الموضوع وانتهى، ده بيبقى حاجه عارضه وما بتعملناش مشكله كبيره. المشكله الكبيره في الالتهاب القولوني المزمن اللي بيقعد شهور وسنين. العيان بيقعد شهور وسنين في حاله اسهال مزمن. بعض العيانين بتوصل لدرجه الاسهال للجفاف الشديد والاعياء وانه يفقد طبعا حياته. المزمن ده بيؤدي طبعا فاحنا مشكلتنا مش في الالتهاب العارض. الالتهاب العارض ده بيجي كل الناس، مفيش حد ما جالوش دور اسهال نتيجه التهاب في القولون. ده بيقعد 3-4 ايام، ناخد شويه مطهرات والموضوع بينتهي وبنمشي على شويه اكل مسلوق او اكل نواشف والموضوع بيقول لك الاسهال ربط، يروح واقف على طول. انما المشكلة اللي بتيجي نتيجة الالتهاب المزمن ده بيبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. طب هل يا دكتور في انواع لالتهابات القولون؟ يعني انا مصاب بالتهاب قولون في انواع معينة؟ اللي احنا بنتكلم عليه المزمن ده بيبقى الانواع الاساسية بتاعته الخلل المناعي اللي هو زي تقرحات القولون المزمنة ومرض كرونز.
دول المتلازمتين اللي بيحصلوا او الاشهر في التهاب القولون المناعي. التهاب القولون المناعي ده بيحصل ان جهاز المناعه بيعتبر القولون او الغشاء بتاعه لسبب او لاخر جسم غريب، فبيبدا يهاجمه ويبدا يحدث فيه اصابات، منها ان هو يتآكل الجدار الداخلي للقولون، يبدا يتقرح بكميات كبيره جدا، فيبدا ينزل افرازات شديده جدا زي الصديد والمخاط الشديد وافرازات دمويه، والعيان يبقى في حاله اسهال مستمر. والنوع بتاع التقرحات المزمن دوت مع الوقت الطويل والسنين ممكن يتحول اجزاء منه لاورام قولونيه، اللي هي الاورام السرطانيه اللي بتصيب القولون. وده مشكلته ان ساعات بيجي يصيب ناس في سن مبكر جدا، 15 سنه و16 سنه. ده بسبب الالتهابات المزمنه في القولون يا دكتور؟ ده تحت عنوان التهاب المزمن للقولون. تمام. الالتهابات دهيت للاسف الادويه بتاعتها قليله جدا، ولان الاسباب بتاعتها غير معلومه لحد دلوقتي. الجهاز المناعي. الجهاز المناعي مش عارفين ايه اللي بيحصل فيه والخلل الاساسي اللي فيه، فالادويه كلها عامه فيه، ومن اشهرها الكورتيزونات. تمام. فبياخدوا كميات كورتيزونات، وساعات العيان يحصل له المشكله من الكورتيزون قبل ما يحصل له مشكله من الالتهاب القولوني في حد ذاته. دكتور، ايه المراحل العمريه الاكثر اصابه بالتهابات القولون؟ هل في هناك مراحل عمريه معينه؟ لا، الالتهاب القولون ممكن يجي في اي وقت، من الطفل الصغير اللي لسه مولود للراجل الكبير. لان كمان حضرتك يمكن ركزنا على نقطه الجهاز المناعي، فاي بالضبط. خلل في الجهاز المناعي ممكن يحدث التهابات في القولون. بس ده بيبقى مرض طويل الامد، زي الضغط وزي السكر، ما بيبقاش مرض مؤقت، يعني بيبقى مرض مستمر مع المريض اغلب عمره، وفي بعض الاحيان بينتهي بان احنا القولون يتشال، لان بيفقد الوظيفه بتاعته، بيبقى عبء على المرض. يشيل القولون كله حفاظا على حياته. الاسهال الدموي. تمام. ده ساعات توصل لما يكون في عندنا التهاب شديد جدا. التقلصات الشديده في البطن اللي بتبقى مبرحه، العيان مش قادر ياكل اي حاجه، في بعض الاحيان بيوصل ساعات لجفاف شديد، ان هو في حاله اعياء وعدم تركيز، وبعض العيانين بيحصل لهم استفراغ وترجيع من الفم. طب دكتور، هل في عادات معينة مثلا نبتعد عنها عشان تخفف من حدة الإصابة بالتهاب القولون؟ يعني هو اوريدي مصاب بالتهاب القولون، هل في عادات بقى معينة؟ طبعا احنا دايما بنقول ان احنا نتحرى المصدر بتاع الأكل. تمام. دايما الوجبات تبقاش من الأماكن غير موثوقة المصدر بتاعها. نمرة 2 الوجبات اللي بتبقى فيها كم كبير من اللي بنسميها البهارات والمواد الكيميائيه اللي بتعمل تهيؤ. الحوادق شويه يا دكتور. مش الحوادق، احنا بالنسبه لنا الحريفه هي اللي بتعمل. الحريفه الكميات الضئيله ما فيهاش مشكله، بل بالعكس دي بينصح بيها لانها بتطهر القولون. انما الكميات الكبيره اللي الناس اللي بتحط كميات كبيره من الشطه ومن المواد الحريفه بتعمل تهيج في جدار القولون وتعمل لنا ادوار الاسهال. الفاكهه ومن اشهرها الكنتالوب، ناس كتيره تاكل كنتالوب يجي لها دور اسهال بعديه، او الخوخ، لان السطح بتاعه الخارجي بيبقى معرض للرش وما بيتقشرش، فبيتاكل زي ما هو بيعمل التهاب كيميائي في القولون. هل يا دكتور محتاج يبعد عن الدهون؟ هل محتاج يبعد عن المواد الدهنيه؟ دايما لما بيجي دور الاسهال انت بنقول للعيان تاكل الحاجات المسلوقه والنواشف، يعني بعض الاحيان بننصح العيان ياكل البطاطس المهروس صبح وظهر وليل، ياكل المقرمشات اللي زي البقسماط والعيش الناشف والحاجات دي، كل حاجه اي شيء ما فيهوش سوائل. نمرة 2 الدهون، المقليات يبعد عنها خالص، والاشياء اللي فيها سمنه وزبده وكل الحاجات دهيت بنحاول نوقفها. يمكن حضرتك في حالات الامساك دايما بتقول لنا ان احنا دايما نكتر من الالياف، هل في حاله التهابات القولون وحاله الاسهال المزمن نبتعد تماما عن الالياف؟ العكس تماما. احنا اللي عنده امساك بننصح بالاكل اللي فيه الياف كتيره وسوائل كتيره.
اللي عنده اسهال طبيعي احنا عايزين الميه اللي بتنزل ده تقف كلها، فبالتالي بننصح ان هو ياكل الاكل الناشف، الرز، البطاطس، زي ما قلت المهروسه مش المقليه، المقرمشات زي العيش الناشف والبقسماط، ويبعد عن الفاكهه ويبعد عن الخضار فترات مؤقته لغايه لما موضوع الاسهال ده ينتهي. في العلاج للالتهابات القولون اللي هي المؤقته اللي هي النزلات المعويه، بندي مضاد حيوي وبندي مضاد للالتهابات. دول في 90% بيعالجوا الحاله، وبنقول للعيان تمشي على وجبات خفيفه، لان الوجبات الخفيفه دهيت بتعتبر راحه للجهاز الهضمي ككل، عكس الوجبات الدسمه بتبقى مجهده للجهاز الهضمي لانها بتؤدي لعمل اجهاد في عمليه التمثيل الغذائي ليها. بالنسبه للالتهابات المزمنه وهي دي المشكله الكبيره، بندي مش مضادات حيويه، بندي مضادات للالتهاب عشان تهدي الالتهاب المزمن اللي موجود، وبعد كده لو ما جابتش نتيجه كويسه نبدا ندي مضادات الالتهاب الاشد اللي هي الكورتيزونات. لو ما جابتش نتيجه كويسه بندي اللي اعلى منها اللي هي المواد الطبيه الموجهه للمضادات الحيويه، الادويه الموجهه للمضادات الحيويه اللي موجوده في الجسم اللي هي المونوكلونال انتي بوديز، ودي في اخر 10 سنين اخذت شوط كبير في علاج الالتهابات القولونيه المزمنه، لانها بتبقى موجهه لخلايا معينه في الجهاز المناعي بتوقف عملها لمهاجمه القولون او الاجزاء المصابه. هل يا دكتور الحالة النفسية والضغوط العصبية والتوتر والعمل المتواصل ده بيكون ليه تأثير أو بيزيد من حدة التهاب القولون؟ ده بنلاقيه أكتر في الناس اللي عندهم التهاب قولوني مناعي. أغلب الحالات دهيت بيبقى في الناس المتوترة، حتى في الشباب المتوتر القلوق، مش بنسميه العصبي، لا المتوتر. ليه؟ لان التوتر دايما بيعمل خلل في الجهاز المناعي، لان احنا الملاحظه المشهوره عندنا ان دايما اثناء الطلبه اثناء المذاكره والامتحانات بص لهم دور انفلونزا كتير، والانفلونزا تقعد معاهم مده طويله لان بيبقى في الحاله النفسيه بتاثر على الحاله المناعيه. لما بتفضل الحاله النفسيه دهيت مؤثره على الحاله المناعيه مده طويله تبدا تعمل خلل دائم في الجهاز المناعي، ومن هنا بيبدا الجهاز المناعي يحصل فيه الإصابة الدايمة. إنما الفترات التوتر القليلة اللي هي مش مستديمة، اللي هو التوتر اللي مش جزء من الشخصية، لأن في بعض التوتر بيجي أوقات قليلة وبيروح، إنما التوتر فبالتالي بننصح دايما بالغذاء المتوازن، الأسلوب الحياة المتوازن. ودايما بقول للعيانين اللي بيبقى عندهم توتر في القولون والتهابات في القولون، الهدوء النفسي جزء مهم جدا من علاج توتر القولون، لان التوتر بيؤدي الى حركه زايده في الجهاز الهضمي، والحركه الزايده دهيت بتعمل التهاب وزياده افرازات في الغشاء المخاطي، فبالتالي الحاله النفسيه دايما تبقى جزء مهم جدا. العنايه بالاكل، ان احنا ناكل الوجبات المنتظمه، المواعيد بتاعت الاكل تبقى مهم جدا انها تكون منتظمه، نوعيات الاكل دايما تكون في العادي وجبات خفيفة، وجبات ما فيهاش دسم، وجبات صحية، قلما ناخد الوجبات اللي هي فيها لخبطة، انما المعتاد بتاعنا ان احنا ناخد الوجبات الاساسية اللي هي المنتظمة. نمرة 2 الرياضة جزء مهم جدا من صحة الجهاز الهضمي، لان الحركة بتساعد على الهضم، وشرب المياه الكتير هو جزء لا يتجزأ من الهضم. الحركة القليلة دي زي ما قلنا جزء مهم جدا من حركية الجهاز الهضمي، ان يبقى في حركية في الجسم كله. الحركية الضعيفة في الجهاز الهضمي، ودي مشكلة بتاعت كبار السن او اللي عندهم سمنة مفرطة، قلة الحركة، فبالتالي بيحصل عندنا قلة حركة في الجهاز الهضمي. دي بتؤدي الى امساك في المعتاد. الامساك ده لما بيحصل تخزين للمخرجات كميه في وقت طويل، الدور اللي بعده على طول انه يعمل التهاب في القولون، والالتهاب ده يقلب باسهال. يعني الاول تبدا امساك تبقى ممسكه،
يحصل بكتيريا، زياده في البكتيريا، تخمر، تعفن. بعد كده هو الامساك ينتهي، يروح قالب اسهال يومين 3، وبعدين ترجع تمسك تاني. بعد قد ايه يا دكتور تقريبا الوقت؟ دي بتبقى يعني يومين 3 يومين 3 يومين 3 عاده، بتتنوع في الاسبوع. دي دكتور نقدر نشخصها انها التهاب في القولون ولا لا، دي إيه؟ نقول عليها دهيت امساك مزمن. امساك مزمن دول في الاساس ناس ممسكه، الامساك بيتحول الى التهاب، والالتهاب يفضي نفسه وبعد كده ترجع تمسك تاني وهكذا. انما في الاساس بيبقى ناتج عن التخزين الكتير. الحاله الثانيه بتاعت فم المعده، طبيعي ما دام في التهاب في المعده، والالتهاب دهوت ما بيتحسنش على الادويه. انا اعتقد انها اخذت ادويه للحامض وادويه لتغطيه المعده زي الادويه الشراب، وما تحسنتش، يبقى نمره 1 لازم يتعمل منظار علشان نشوف ايه موجود. تبص على المريء وتنزل لغايه المعده، تبص عليها وتصورها، ولو في حاجه يتاخد منها عينه، لو مفيش حاجه بيروح طالع تاني. فقط لا غير، بياخد بالظبط 10 دقائق. زمان كان المناظير بتتعمل والعيان صاحي، وكانوا 2 3 يمسكوه ويكتفوه وكده. الكلام دوت انتهى دلوقتي، كله بندي منوم للمريض، مش بنج، منوم كانه بينام بالليل، يا دوبك ال10 دقائق ويقوم ويخرج يمشي على رجليه، ما فيهوش اي مشاكل خالص. الناس بتخاف منه عشان الفيروسز، فيروس سي بيتنقل كتير منه، والاكتر انه بيتنقل من ادوات الاسنان. انما المكان الموثوق فيه مكان محترم، ما فيهوش مشاكل خالص. هل يا دكتور الامساك المزمن وعسر الهضم بيكون ليهم علاقه بالتهابات القولون؟ طبعا. الامساك المزمن لما العيان، في عيانين بيقعدوا بالاربع 5 ايام ما بيعملوش اخراج، وفي بالاسبوع ما بيعملوش اخراج. دول تخزين المواد دهيت جوه الجسم، دي مواد سامه، والجسم المفروض بيلفظها كل 24 ساعه، بالكتير كل 48 ساعه. لما تقعد 72 ساعه و5 ايام واسبوع، بتعمل تهيج في جدار القولون، في الغشاء المخاطي بتاعه، تبدا تلهبه. الالتهاب بتاعه بيؤدي الى ان يحصل لنا دور اسهال بعديها. بشكر حضرتك دكتور علي احمد شفيق، استاذ الجراحه بكليه الطب القصر العيني ورئيس جمعيه البحر المتوسط للقولون والشرج بروما، على وجود حضرتك معانا النهارده، وان شاء الله يبقى لينا لقاء مره ثانيه. شكرا.